السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. النهاردة ان شاء الله زي ما انتم شايفين كده هنعمل فيديو جامد جدا. النهاردة جالي اوردر وانطلب مني اعمل اكل ل30 فرد، والحمد لله كنت قدها قوي، مع اني يعني كنت مستصعبة الموضوع في الاول، بس الحمد لله طلع سهل جدا وربنا وفقني وقدرت اخلص الاوردر في ميعاده. ويلا بينا نشوفوا الاوردر عبارة عن ايه. وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم وهنبدأ. انا جبت الفراخ 30 مناب فيهم 4 فراخ سلام. قطعت الفراخ السليمة وغسلتهم واديتهم، غسلتهم مرتين، طلعت منهم المادة، المادة اللي هي المخيطة دي، وغسلتهم كويس جدا. غسلتهم مرتين، طلعت منهم المادة المخيطة وشطفتهم مرة. وبعد كده زي ما انتم شايفين حطيت عليهم ملح وليمون وبفركهم في الملح والليمون، وبعد كده هحط عليهم ميه واقلبهم كويس جدا في الميه، وهسيبهم في الميه دي ساعتين على ما اجهز الخلطه اللي انا هحطهم فيها. الكلام ده يا جماعه كنا بالليل، حوالي الساعه 11 بالليل. ودلوقتي بقى بقول لكم معايا توابل ملح وفلفل وبهارات وحبهان. فتحت الحبهان كده زي ما انتم شايفين بالطريقه دي، واخدت الحبوب الصغيره اللي جواه عشان مفيش حبهان يجي تحت ضرس حبايه كامله تيجي تحت ضرس حد وتضايقه، لان انا هحطه في الخلطه فمش هيبقى باين. تمام. ومعايا تقريبا في حدود كيلو ونص طماطم او 2 كيلو، ضربت شويه من الطماطم بشويه ميه صغيرين جدا. ومعايا 3 بصلات كبار يجوا كيلو كده او اكتر كمان. قطعت البصل وبحطه في الشفشة اللي انا ضربت فيه الطماطم، وقرنين فلفل. ويا ريت لو الفلفل حامي، ما كانش موجود حامي بس انا استغنيت عن الفلفل بدلته بالشطه، يعني ما فيش فلفل حامي حطيت فلفل بارد يدي طعم، وحطيت شطه. والبهارات كلها كانت معلقتين كبار، يعني معلقتين كبار فلفل اسمر، معلقه بس الشطه معلقه كبيره، ومعلقتين كبار بهارات اللي هي السبع بهارات، ومعلقتين كبار ملح. وبرضو بدوق الخلطه واشوفها لو محتاجه ملح. وبنزل كده واكمل ضرب في الحاجه وراس توم. وهنزل برضو براس التوم وشويه طماطم، بس المره دي بقى مش هحط ميه، هاخد من الخليط اللي انا عملته ده شويه، الخليط السايب ده. وهكمل تقطيع البصل وقرن الفلفل، وبرضو هضربهم وانزلهم على باقي الخليط اللي معايا. كده شايفين القوام معايا بتاع الخليط تقيل جدا. هجيب بقى الوراك والصدور، هنغزهم كده من عند المفاصل ومن اللحم ومن كل حته عشان خاطر الخلطه اللي انا عاملاها تدخل جواها كده وتبقى جميله جدا. بجد طلعوا وهم. انا عايزه اقول لكم اصلا ان ريحه الخلطه، بس يعني انا بحط الخلطه كده ريحتها تحفه. كده تقريبا كانت الساعه في حدود 12 بالليل، وهبيتهم في الخلطه دي للصبح. بس هخلي بقى زي ما انتم شايفين كده الخلطه فوق وتحت واحط عليهم ايه بالمره، وقلت عشان يتغلغل جواهم الخل يطيبهم. انا كده بقينا الصبح. وطبعا معلقتين سكر عشان تكسر المزازه بتاعت الطماطم دي. تمام. احنا كده بقينا الصبح، صباح الفل عليكم. ومعانا هنا طرنشات بصل، مرضيش ابيتها من بالليل متخرطه عشان خاطر ما تقبلش معايا يعني ريحتها تبقى وحشه. ومعايا هنا ملح وورق لوري ومعلقه شطه صغيره وفلفل اسمر معلقتين كبار. وبقى بظبط الملح على حسب الكميه اللي معايا. هفرك كده يعني او همرط البصله كده بالفلفل اللي معايا ده. الفلفل مش كتير بس يدوبك يدي طعم. وهنزل بقى ايه، هجيب الصاج بتاع الفرن. شايفين الفلفل عريض والبصل برضو عريض، يعني مش ترنشات رفيعة، علشان الفراخ دي هتقعد معايا فترة طويلة في الفرن. فانا كنت متخنه الخرطة كده عشان ايه ما تتبلش على طول يعني. هجيب بقى الصاج بتاع الفرن الكبير وهحطه، وبعدين هنزل فيه بشوية زيت مش كتير. وبعد كده هنزل البصل اللي معايا، هنزل بنص الكمية مش الكمية كلها، عشان انا عايزة احط شوية على الوش. وهفردهم كده. وبحب بقى وانا بفرد البصل كده يكون متساوي في كل حتة. والله انا بفرد الحاجة كده والريحة فظيعة، الريحة بجد جنان.
بجد انا كنت مستصعبه الموضوع طلع سهل جدا، وكميه ما ضايقتنيش في حاجه، واستلفت كمان حله ياسمين شاهين. انا اتمنى طبعا ابقى زي ياسمين شاهين واعمل نص اللي هي بتعمله. ودي مسحه، يعني انا لو كتبت على عنوان الفيديو كده فدي بهزار، يعني ان انا استلفت حله ياسمين شاهين عشان الحله شبهها، فانا بقول لماما ايه، انا استلفت حله ياسمين شاهين النهارده يا ماما. فرصيت بقى كده ايه الوراك، ولو في صدور الكميه اللي معايا يعني حطيت نصها على الصاج دوت. انا عملت صاجين بس صورت معاكم صاج واحد عشان خاطر الفيديو ما يبقاش طويل. وباخد من الخلطه يعني مش كتير كده، حوالي طبقين 3 كده، عشان ايه ما تغيبش معايا في الفرن زياده عن اللزوم، لان كده كده الفراخ بتنزل ميه. وحتى لو ما حطيناش من الخلطه هي شاربه من الخلطه ياما قوي يعني، مش لو ما حطيناش من الخلطه مفيش مشكله. وبعدين زي ما انتم شايفين كده برضو بحب احط الخلطة على كل الفراخ. نزلت برضو هنزل بشوية من البصل الفاضلين على وش الفراخ بتاعتي. ما تنسوش بقى لو وصلتوا لحد المقطع ده تحطوا لايك وتحطوا لي تعليق جميل منكم يرفع من معنوياتي، عشان تعليقاتكم بجد بتفرحني. ولو مش مشتركين في القناة تشتركوا في القناة، وتتكوا على زر الجرس وتفعلوه عشان خاطر يوصلكم مني كل جديد. وبعد ما حطيت البصل رشيت رشة زيت مش كتير برضو، وهنزل بقى اغطيها بورق الالومنيوم او ورق الفويل. هغلف الصينية كلها وادخلها على درجة حرارة عالية، وبعد كده لما تغلي غلوتين كده اجي موطية النار عليها. طبعا الفرن سخن، هدخلها على فرن سخن عشان خاطر تغلي معايا بسرعة. ومعايا هنا على النار فحماية كبيرة وحلة مية عشان خاطر هبتدي اعمل الرز. معايا الرز في حدود 7 كيلو رز، فهنزل بقى كمية زيت محترمة كده وهسخنها. ومعايا كاري وكركم وعودين قرفة كده. وطبعا لو في ليمون مجفف، بس ما كانش فيه ليمون مجفف، بس بصراحة طلع جميل جدا من غير ليمون مجفف ولا حاجة. نزلت بالقرفة وبكمية، يعني انت لو هتعملي كيلو، الكيلو بياخد 3 معالق كركم و3 معالق كاري، او معلقتين كبار ومعلقتين كبار. فانا عاملة كمية 7 كيلو، فواخدة تقريبا في حدود يعني كوباية الا شوية من الكاري ومن الكركم وعودين قرفة كبار. وهنزل برضو بشوية ورق لوري او ورق غار محترمين كده، وهقلبهم برضو في الزيت دوت. الزيت يسخن كده ويقدح ويغلي زي ما انتم شايفين كده. هطفي عليه النار وهحط الفحمايه اللي معايا في طبق، وهنزل احطها في وسط الزيت. هطفيها بقى عشان يبقى يديني ايه معايا في ايدي ازازه الزيت، ومعايا في ايدي الغطا. هنزل على الفحمه بشويه زيت عشان خاطر يديني ريحه الدخان ويديني ريحه الشوي كده وتبقى ريحته جميله. وكميه الرز معايا هنا هغسلها لحد ما الميه معايا تروق. يعني شايفين الرز وانا بغسله عشان ده رز فلاحي فبينزل معايا لون ابيض. فانا بقى هغسله لحد ما الميه تروق وتبقى رايقه كده وشفافه. يبقى كده ايه الرز معايا نضف. ما شاء الله كميه الرز كبيره. خلاص بقى انا هغسل بقى الرز وهجيلكوا بقى اقولكوا هنعمل ايه. شايفين الفحمايه اللي انا حطيتها في الرز دي بقى هشيلها. خلي بالكوا عشان الطبق بيبقى سخن. هشيلها بقى وانزل بكميه الرز اللي معايا حبه حبه كده واقلبهم. وهقلب انزل بحبه واقلب. هي عشان الكميه كبيره فنزلت بنص الكميه وهقلبهم. هقلب شويه. ببقى محضره برضو جنبي مرق الدجاج. محضره تقريبا كده في حدود 10 وحدات او 7 وحدات، علشان زي ما قلت لكم الكميه كبيره بتاعه الرز 7 كيلو رز. وبرضو مرقه الدجاج بيبقى فيها ملح، فناخد بالنا ما ننزلش بكميه الملح كلها، وندوق الميه بتاعه الملح. لو عايزه ملح نزود، بس ما نحطش ملح زياده في الاول. وهقلب كده كميه الملح، وهنزل بالميه والميه تكون سخنه عشان ما ياخدش وقت معايا في الغليان، علشان الكميه كبيره ولو خد وقت معايا في الغليان هيبقى معجون. ونزلت بكميه مرقه الدجاج، وهجيب جزرايه كبيره وهبشرها وهنزل برضو بيها على الرز بتاعي.
وهقلب الرز بقى كويس جدا وهسيبه على نار عاليه لحد ما يغلي ويتشرب، وبعدين هطفي عليه النار. وبرده نزلت بمعلقتين فلفل اسمر يدوله ريحه ونكهه حلوه. وماما هنا كانت جت بره اهيت بتجهز لي في السلطه معايا خيار وجزر وخضره وخس، ومقطعه الخيار كده زي ما انتم شايفين كبير شويه. وكده انا طيبت الفراخ. بس صاحب الاوردر جه بقى في اخر نص ساعه ولهوجنا، وكان نفسي اصور لكم الكميه كلها، بس انا عبيت الرز في اطباق كده زي ما انتم شايفين، والفراخ وفي لسه جزء بيتحمر. انا قلت لكم عملت صاجين، والكميه ما شاء الله كانت طالعه جميله وريحتها تحفه تحفه تحفه. ووصل لي ان هم شكروا جدا في الاكل، والحمد لله. وزي ما انتم شايفين التكليف كله هيبقى في اطباق زي دي، وهزود كميه الفراخ لان الاطباق الرز هيبقى اكتر من الفراخ. انا كنت ناويه احط نص ونص، بس الرز طلع اكتر من الفراخ. ف اطباق